450 مليون دولار المعتوه نتاع قيس سعيد، ومانيش عارف كم مبالغ البوليزاريو كل عام. وقيل راه عندكم هذيك المازوشيه، هذيك هو يتضرب وهو يتمتع. اعطوني وهم تاع انتصار، اعطوني اشاره هكذا قولوا هذا انتصرنا هنا. وين دراهم جزائركم تبعثوا فيها على كثير من الدول الافريقيه على جال موضوع البوليزاريو؟ كارثه، كارثه من يدير البلاد. في الكيان الاسرائيلي على بعد 5000 كيلومتر او تقريبا 5000 كيلومتر، 4000 كيلومتر وزايد، ويوم الاثنين يوصلكم يوم ثلاثة. معناه يوم الاثنين وصلكم وتكتب المقال وخرج يوم ثلاثة، معناه وصلكم في نفس النهار. شوية نقصونا شوية، ما تروحوش أكثر من الهنودة في الأفلام، خففوا شوية من الأفلام، خففوا. طيب هذا برك، مش هذا برك، وشنو تاني؟ المصيبة أنه مباشرة بعد ما هم جايبين الخبر ولا تزال النجاحات التي تحققها الجزائر. أي واحد يقرأ الخبر، أي جزائري يقرأ الخبر يشوف، يدور هاك يلقى يشوف الطرق مكسرة، يروح هاك إلا ما طاحتش عنده الأمطار هو سمع وشاف الناس في التلفزيون في السوشيال ميديا باللي الناس غرقت بسبب أمطار بسيطة يعني، أو حتى كثيرة، لكنها غرقت لأسباب تاع الإدارة والكارثية للبلاد. يضرب منا يروح باش يدخل عند اللحام يلقى اللحم 220,000 240,000. يدور منا باش يشري بالك زوج حبات تفاح يقولوا له 150,000 180,000 للكيلو، ولا تحب تاخذ التفاح هذاك الرخيص تاع 100,000 اللي ما حيواناته ما ياكلوش يديه ب 100,000. يضرب منا باش يشري خضر، الاسعار لاهبه، الفواكه لاهبه، اللباس لاهب. كاين ناس مش تخلص، كاين ناس تاكل من المزابل، عزكم الله، اسر كامله، ناس اسر مرميه في الشوارع، شباب ضايع في المخدرات. واحد يقول والله اذا كان كاع هذا الفساد وهذه الرداء وهذه انتصارات والاشياء السيئه كيفاش تكون، وكان جات الجزائر فيها اشياء سيئه ما كيفاش تولي البلاد، وهذه راهي في حد ذاتها كوارث. طبعا فاي واحد يقول لك شو راهم يقولوا هذه، فبروباغندا رخيصه جدا لا تقنع طفلا في الابتدائي. ومن بعد وش نجاحات على الداخل؟ لا، وفي الخارج اعطونا نجاح واحد في الخارج. هل اعطاء اموال الشعب الجزائري للافارقه، مليار دولار للافارقه، ومانيش عارف كم من عشرات الملايين دولارات للنيجر ولمالي، و450 مليون دولار للمعتوه نتاع قيس سعيد، ومانيش عارف كم مبالغ البوليزاريو كل عام، هل هذه تعتبر نجاحات؟ وبعدين رئيس الميليشيا اللي تسمى السلطة الفلسطينية اللي خدام عند إسرائيل، خدام حركي يعني، ويسجن في الأحرار، وكاين أحرار فلسطينيين عذبوا حتى الموت داخل سجون السلطة الفلسطينية، ميليشيات فلسطينية. جاد من عندنا 100 مليون دولار ومازال يدو، أو غير كما بعث له واحد جاب له رسالة باش يزيد يدي يعني. هل هذه انتصارات على المستوى الخارج؟ هل عندما يخرج البرلمان الأوروبي من 540 صوت صوتوا 536 صوتوا ضدكم، وداروا لائحة وقال لكم راهو فيها قانون دولي وفيها احترامات وما تروحوش بعيد، وبعد خبروني بعض الناس قالوا راهو حتى قالوا لهم رانا موقعين معكم اتفاقيات، كثير من المباني تاع وزارة العدل بنيها الاتحاد الأوروبي بأموال الاتحاد الأوروبي. احنا ينهبوا الأموال يحولوها إلى أوروبا، والأوروبيين يجيوا يتصدقوا علينا ويبنوا لنا باش ومن بعد يديروا لنا اتفاقيات. بعدين قالوا هذه الاتفاقيات دولية راكم موقعين عليها، ما تعذبوش الناس، ما تسجنوش الناس، ما تسجنوش الصحفيين بلا غير حق. من 540 اللي صوتوا 536 ضدكم وربعة معاكم، من الربعة زوج نتاع إيريك زمور وكانوا مع بنت السفاح، لكن
لقاو إريك زمور اكثر منها عنصريه راحوا معاه، بمعنى انه اللي دافعوا عليكم هما اكبر العنصريين في اوروبا، زوج من الاربعه، وبالك حتى الاربعه الاخرين هما مع منهم، لكن اللي متاكد منها الزوج يعني. وين راهي الانتصارات الخارجيه؟ التبهديله اللي دارها لكم بن سلمان، ما جاش للقمه العربيه كما يسموها، قمه المجرمين هذه، وبعدين نحلكم، درتوها في اول نوفمبر وراح دار لكم قمه في ماي باش ينحلكم حتى رئاسه القمه العربيه، ودار اجتماعات ولم يحضركم، وانتم زعما راكم رئيس القمه العربيه السابق، كان المفروض كل شيء يتم بالموافقه معاكم. واكثر من ذلك، بشار المجرم تاع البراميل اللي كنتوا تجروا باش تجيبوه الجامعه العربيه، ولا اللي جايبه هو بن زايد وبن سلمان، مما استدعى ان تبون المزور بعد كل هذه الصفعات والفضائح ما راحش لجده او للرياض او وين داروا اجتماع. ولما راح عطاف هناك وراح ما يسمى هذاك الوزير الاول بهدلوهم وكانوا تاركينهم على جانب وما يحضروهمش، وكانت القرارات تتخذ ما بين مجموعه صغيره وانتم واضعينكم على الجانب. وراهي الانتصارات على مستوى الخارج؟ هذه فضائح، هذه تبهدائل. ام ان القمه اللي سميتوها القمه العربيه في اول نوفمبر ما جاكمش الاردني الملك الاردني، وما جاكمش حتى هذاك الملك الصغير هذاك يسمي روحه الملك المعظم تاع البحرين، وما جاكمش سلطان عمان، وما جاكمش رئيس ما يسمى بالامارات العربيه بن زايد، وما جاكمش حتى ولي العهد بن سلمان، ولا رئيس لبنان. جاكم رئيس عراقي ما عنده حتى دور، وجاكم القطري لانه كان يستنى باش تعاونوه في قضيه لاكوب دي موند، وكانوا شانين عليها هجوم ويروح عنده تبون. وجاكم السيسي دا 500 مليون دولار، قال لكم ما نحضرش لو كان ما نديش 500 مليون دولار. وقيس سعيد دا فلالي وفي الروتور دراهم الشعب الجزائري المجوع. اين هي الانتصارات؟ اين هي الانتصارات؟ اعطوني انتصار واحد في الداخل، اعطيني زياره واحده لتبون لولايه في الداخل واحد، او لدشره، او هو قال لك راح يجوا كاع البلديات وقبل ما يروح للخارج، اعطيني واحد. اما ان الانتصار هو البيض اللي كلاه في اللي ضرب به في البرتغال على ايدي الاحرار، والفضيحه الكبرى اللي تكلمت عليها بعض الوسائل وسكتت عليها وسائل اخرى عالميه. وقبل سنه من ذلك البيض اللي داه في ايطاليا، وتبون مزور جابوه العسكر ومخابرات ارهابيه وشيمونيو وشعارات كلها. هل هذا انتصار؟ وقيل راه عندكم هذيك المازوشيه، هذيك هو يتضرب وهو يتمتع. كاين من الناس عندهم هكذا واحد المرض، كلما ضربت وكلما كذا يزيد يتمتع. وين الانتصارات؟ اين؟ اعطوني انتصار، اعطوني مش انتصار، اعطوني واحد على المليون، اعطوني وهم تاع انتصار، اعطوني اشاره هكذا قولوا هذا انتصرنا هنا. وين؟ دراهم جزائري تبعثوا فيه على كثير من الدول الافريقيه على جال موضوع البوليزاريو والصحراء الغربيه ومش عارف. هذا انتصار. الامريكان اللي قالوا لكم ما كانش روسيا، وباش تروحوا لروسيا لازم تمروا على الاقل على دوله غربيه، فاضطر باش رحتوا للبرتغال اللي ما عندنا معها حتى علاقه في الحقيقه، شويه غاز يمر عن طريق اسبانيا ويروح لهم، هذا مكان غير باش قال زار البرتغال. وبعدين البرتغاليين ديغوتين منك داوك عند رئيس البلديه، حطوك عند رئيس البلديه، شايفين هذاك المستوى تاعك، بالرغم ان رئيس بلديه لشبون بعيد عليك. لشبونه قالوا لي المره اللي فاتت الشباب راك قلت برشلونه، تشابه علينا البقر. داينك عند رئيس بلديه ما عندهمش الوقت، الوزراء ما عندهمش الوقت، فما بالك رئيس الوزراء والى اخره. هذا انتصار؟ هل هذه انتصارات تعتبروها انتصارات؟ كارثة من يدير البلاد. والله إلا ما رانا في بعض الأمور أبشع من أيام الشريط تاع بوتفليقة، أبشع.
يعني مهما كان هذاك السعيد وبكل ما فيه من كوارث ما وصلوش الى هذا الحد. هما ثاني داروا مهازل وكوارث بصح مش لهذا الحد، تجاوزوا هذول. يولي ضربوا بالبيض يعتبروه انتصار، زياره للبرتغال انتصار، هذا انتصار. ممكن غير استقبلوك استقبال كبير ورئيس بلديه. زيد، ولأنها تحرص على حماية سيادتها الوطنية وتصر على الوقوف الند للند لكل من تسوي الله نفسه إهانة البلد والنيل من كرامة شعبه. يستغرق صناع المؤامرات والفوضى وفي مقدمتهم المتحالف حلفا غليظا. لما العنصري المعادي للمسلمين والإسلام خاصة اللي تبون يظل يمدح فيه ماكرون، لما صفعكم صفعات متتالية وقال باللي تبون راه عالق في نظام عسكري وأن الحراك أتعبهم وأنه كذا وسبكم سب، وش قلتوا؟ وش خرجتوا تقولوا؟ استدعيتوا السفير، قلت نستدعوا السفير ونقطع على الطائرات الفرنسية العسكرية اللي تمر على الأجواء الجزائرية. اعتراف أول مرة تعترف أن الطائرات العسكرية تمر على كل طائرات. لا لا لا، قالوا على الطائرات العسكرية المقنبلة اللي بومباردو اللي يقتلوا في الناس رايحين. وزادوا ولكن مع السماح للطائرات العسكرية التي تنقل الجرحى وتنقل من عارف. هذه فضيحة عظمى كبرى. طائرات فرنسا اللي كانت تقصف الجزائر ومجاهديها وشهدائها ودشرها وأبنائها ونسائها ولينا احنا اللي نخلوهم يروحوا يقصفوا ونفتحوا لهم الأجواء ونعطوهم الكروزين ونعطوهم أشياء كثيرة جدا، لأن مرات ينزلوا عندنا في ثكناتنا يدوا، لأنه ما يقدروش يديروا كاع هذاك التراجي ذهابا وإيابا بلا ما يدوا الطاقة، بلا ما يدوا الكروزين. منين يدوه؟ يدوه من الجزائر، من جهة تمراست وما جاوره. يعني عسكر الجزائر يعمر الطائرات الفرنسية المقنبلة اللي تمر عبر الأجواء الجزائرية باش تقصف في إفريقيا. هل هذا انتصار؟ هذه سيادة وطنية، هذه سيادة وطنية. نتمنى على المساعد أن يبعث لي ما قاله آنذاك وزير الدفاع المنتدب لمسؤولة أمريكية من CIA، وكيف كان يترجى فيها حسب ما فضح من بعد في وثائق ويكيليكس، باش نقراها لكم مرة أخرى الآن. هل إذن فتح الأجواء للأمريكيين والروس والصينيين والفرنسيين والناس تعرف فرنسا لكن الأجواء راه فاتحينها للجميع، هل هذا فيه سيادة وطنية؟ أين السيادة الوطنية؟ أين السيادة الوطنية في كل هذا؟ هل بقاء مساحة 10 مساحة في العالم ونحن نشتري القمح كأحد أكبر بلدان التي تشتري القمح، وين السيادة الوطنية؟ هل غرق الشباب وأحيانا النساء والرجال والأطفال في البحر هروبا من الجزائر في اتجاه إسبانيا وإيطاليا فيه سيادة وطنية؟ أليس هذا فضيحة عظمى وكبرى للبلاد ولمن يزعم أنه يحكمها، أن يهرب منها الناس؟ سمعنا الشاب قبل قليل قال لك أفضل شيء أننا قراب من أوروبا. أين السيادة الوطنية؟ هل اللي يوجعوا راسه يروح يعالج في فرنسا أو في سويسرا أو حتى في ألمانيا مثل تبون المزور اللي ضرب شهرين في ألمانيا، هذه السيادة وطنية؟ وهو قبلها قال بلي عندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا. أين السيادة الوطنية؟ أين؟ أين السيادة الوطنية؟ وزراء لا يتقنون أي لغة ولا يتقنون لغة البلاد ويتحدثون وكأنهم معاقين، والمعاقين أفضل منهم مليون مرة لأنهم أصيبوا مساكين. وهذا وزراء شفناها قبل يومين أو ثلاثة فيما يسمى بوزير الفلاحة يهجي في 3 أسطر لا يعرف ما يقول. وين السيادة الوطنية؟ أين؟ واستطيع أن أستمر وأحكي في أشياء كثيرة
خلينا نشوفوا اللي بعث لي المساعد نتاع المسؤولة الأمريكية. مازال ما ارسلهاليش. أين السيادة الوطنية؟ أين السيادة الوطنية؟ ومن بعد ولأنها تحرص على حماية سيادتها الوطنية وتصر على الوقوف الند للند لكل من تسوي لنفسه إهانة البلد والنيل من كرامة شعبه، مثل ما وقفتوا ماكرون اللي سبكم وقال الجزائر ما كانش تكزيستي كاع، الاستعمار هو اللي خدمها، وبعدين استقبلتوه والداين الوهران ومش عارف والداين وين وفرحانين وفاتحين القصور وفاتحين وتبون. قال لك تقول له السلام عليكم يقول لك ماكرون اتصل بي. هذه هي الشهامة والمروءة ومش عارف.